ادي رقم واحد. محمد علي بن رمضان صلح. ادي اتنين. منطقة المساكنة. تلاتة. ثاني لكن خرج ابو جبل والمرمى فاضي. ايه ده؟ قرطاج عيسى بلال العيدوني نجم. نهار اسود، يا نهار اسود، يخرب بيته. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ ده كان رد فعل لاي حد اتفرج على ماتش مصر وتونس. للاسف انا صحيت بدري عن ميعاد شغلي ساعتين عشان اتفرج على القرف ده. للاسف 10 دقايق غير مبرره، مش في تاريخ الماتش، في تاريخ الكره المصريه كمنتخب مصر. ايه اللي حصل يا ترى في اول 10 دقايق خلى الصوره تطلع بالمنظر ده؟ هل يا ترى هم كانوا مفهمينهم ان الماتش هيبدا 8 او 10، ومره واحده قالوا لهم لا الماتش الساعه 8، فالرجاله ما كانتش مستعده فقالوا لهم يلا انزلوا العبوا؟ ايه كميه العبث اللي حصل في اول 10 دقايق ده؟ بس تفوق من الجانب التونسي في الشوط الاول الحمد لله. مع الرأفة الشوط الاول خرج 2-1. يعني احنا في الشوط الاول كمنتخب مصر رحنا بكورتين، كرة مرموش من الفاول اللي جت في العارضة، وكرة مرموش برضو اللي قطعها وراح بيها وجت في ايد الجون، والكرة الثالثة الحمد لله اللي هي اللي جت جون من شوطة من بره المنطقة الحمد لله. يعني منتخب تونس من افضل المنتخبات العربية اللي هي بتلعب على الهجمة المرتدة، بتلعب على الهجمة المرتدة زي ما قال الكتاب، كما قال الكتاب فعلا. لو انت منتخب ركبك بتخبط في بعض ولسه عايز وقت عشان تخش تنزل في الماتش، لا هي مش هتديك الفرصة دي. كلنا شفنا تونس، كلنا شفنا المغرب كانت عاملة ايه في كاس العالم، فما بالك بقى هي جاية افريقيا اللي هي شئت او ابيت هي بطولة اقل بكتير جدا طبعا من كاس العالم. فهي دي منتخبات بقت اوفر ريتد على بطولة زي كاس افريقيا. فخلينا نرجع للماتش تاني. في اول 10 دقايق كمية عشوائية رهيبة، فريق بتلعب قدام فريق هو عارف بيعمل ايه، هو هيسيبك تاخد الكورة بس اول عبط هيحصل في نص الملعب هو هياخد منك الكورة. كل لعيب عارف هو بيعمل ايه، اللي هيجري بشكل عكسي، اللي هيجري بشكل طولي عشان يضرب الاوفسايد، اللي كرة عرضية بتتلعب من هجمة مرتدة ومنظمة. علي جبر مش عارف افتكر ان هو شتتها ولا ايه اللي حصل، فهو شاطها وساب الكوره بص لابو جبل اللي هو افتكر ان الكوره اتشتتت، فبالتالي المهاجم راح مصلحها بمنتهى الشياكه اللي في الدنيا على منطقه الجزاء، اتدخل بمنتهى الشياكه برضه حطها في بطن رجله في التمانيات فوق. ده كان فيها كذا اوبشن، كان ممكن تتشاط زي ما شاطها ما شاء الله وجت في الجون، كان ممكن يباصي للمساكني اللي هو اصلا ما فيش اي حد معاه في الدنيا، وكان هيشوطها هيجيبها جون. ده بالنسبه لاول جون. تاني جون نفس اللعبه كوبي بيست بالكربون يا حبيبي، بالكربون كوبي بيست، بس المره دي علي جبر قرر ان هو بدال ما هو اللي يعمل الغلطه لا يخلي حمدي فتحي باسيست رائع من علي جبر برضو يخش حمدي فتحي بيحاول يشتت الكره تخبط في دماغه وتخش جون. منتهى العشوائيه. وبعد كده بقى إيه الروتينيه المصريه، الجون بيقع، يلا هنشوف هنعمل هنعمل ايه. المهم الخطه ابتدت تظبط بنسبه 60% مش 100% حقيقي. بس حتى مع ضبط الخطه غياب تام لمهاجم مصر الاول اللي هو مصطفى محمد. يعني انا من وجهة نظري انت معاك محمد شريف بره، محمد شريف مع التغيير التكتيكي اللي انت عملته وخاصة بعد اول 10 دقايق انت كان ممكن تدي لمحمد شريف جزء. محمد شريف كان ممكن يفيدك في حاجات كتير جدا، بس دي وجهة نظر مدرب صباح الفل. والناس كلها ماسكه ان هو لعب 7 مباريات كسبهم كلهم. لا ما يعني هو الكلمه حلوه بس تعالى افهمك هو لعب ضد مين ال7 مباريات. لعب ضد جنوب السودان، لعب ضد ليبيريا، لعب ضد اثيوبيا، لعب ضد النيجر، ناس في ولا حاجه، ناس مقارنه بمنتخب مصر في ولا حاجه. طيب هل يا ترى ال7 مباريات دول يقدروا يقيموا روي فيتوريا؟ لا ما يقدروش يقيموا روي فيتوريا اصلا، عشان مع اول اختبار حقيقي مع منتخب محترم اهو ده اللي حصل. هتقول لي غيابات ومش غيابات، لا صباح الفل، انت هنا بتتكلم على منتخب مصر، هتبطى بلدي ماشيه في الشارع تدرب منتخب مصر.
مش من عشان احنا احسن دوري ولا لا، بس انت عندك اتليست تعرف تعمل سكواد 11 بني ادم بره عن التبديلات، تقدر تحط 11 بني ادم تقول لهم يلا حبايبي انزلوا العبوا هاتوا بطوله. ده منتخب مصر كان بينيم افريقيا من المغرب. بس اللي واضح ده لا يبشر بخير خالص، لا يطمئن خالص وانت داخل على بطوله كمان 3 شهور افريقيا. المفروض ان انت في اخر بطولة كنت وصلت للنهائي، بس وصلت للنهائي بسخافة، اللي هو كنت بتلعب تتعادل يا 0-0 يا 1-1 اكسترا تايم، باصي لصلاح يلا ضربات جزاء، هوبا من ال16 لل8 هوبا نص نهائي يلا نهائي. فالبطولة دي فعلا لو انت كنت خدتها ما كانتش هيبقى ليها طعم قوي. انا عارف ان هي الكوره كده، وخاصه الماتشات اللي هي بتبقى غالب ومغلوب، اللي هيخسر هيطلع بره، هي بتمشي كده، بس برضه مش معقوله هتوصل للنهائي وانت عامل كده. كل ماتشاتك بتوصل ضربات جزاء وتتاهل. فاللي احنا شفناه ده لا يبشر بخير. انت لعبت 45 دقيقه كامله بتحاول تتعادل مع تونس، ما عرفتش. هتقول لي لعيبه الاهلي مش موجوده، برضه هرجع اقول لك ده منتخب مصر. يعني ايه؟ يعني هو لو محمد هاني لو مش موجود الباك اليمين في النيها، هو لو مروان عطيه مش موجود نص الملعب في النيها، ده انت عندك حمدي فتحي وعندك طارق حامد، فالمفروض ان انت تبقى ايه؟ مسطره. برضه ما فهمتش الحته بتاعت صلاح ومصطفى محمد وزيزو ومرموش، ده انت بتزاول نفسك ولا بتزاول مين؟ انا دي ما فهمتهاش الصراحه. يعني انا ما فهمتش ان الثلاثه دول كل واحد فيهم هيروح لفين ولا هيروح مع مين، غير مبرره بالمره. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ منتخب تونس عمل ماتش محترم. المساكني بعد الماتش طلع وقال لك انا متفاجئ من الاداء الهزيل بتاع منتخب مصر. حقيقي علامه استفهام، كذا علامه استفهام على كذا اداء من لعيبه المنتخب. يعني الصراحه ابو جبل ايه ده؟ ايه يا معلم في ايه؟ لا ده احنا في مع الشناوي في نعمه الصراحه. الجون التالت كله بره بقى، ان اللي يقول لك الجون الاول والتاني في ديلي منه ومش عارف ايه، لا الجون التالت كله بتاع ابو جبل. ما فيش مبرر في الدنيا الصراحه ان جون مصر المفروض يا الاول يا التاني تحصل منه يعني انت خايف الكوره تيجي في وشك فبيهوشك فانت مش عارف تمسك الكوره. ده انت اللعيب الوحيد اللي في السكواد كله ممكن تمسك بايدك، ما تمسك يا معلم مالك في ايه؟ ده بالنسبه لابو جبل. بالنسبه لعلي جبر، يعني ده احنا نبوس التراب اللي بيمشي عليه عبد المنعم. ده لو هو ده ادائك يا معلم في ايه؟ مصطفى محمد ايه يا معلم؟ انت خارب الدنيا مع نانت في فرنسا في ايه؟ ليه عامل كده؟ ليه مستني ان الكوره تجي لك على طبق من ذهب وانت تشوطها تيجي جون فنقول مصطفى محمد نجم مصر الاول؟ ليه؟ للاسف محمد صلاح يعني غياب عن التركيز بطريقه بشعه للاسف طبعا. يعني انا متضايق ان انا بقول كده عن صلاح، بس ده اللي احنا شفناه واي حد حقاني هيقول كده. غياب عن التركيز بطريقه بشعه. 3 كور مثلا كان ممكن يطلع الاسيست من رجله بشكل احسن من كده، مش هقول لك يجيب جول، يطلع اسيست من رجله بشكل احسن من كده ومفيش. يعني حتى برضو اللي ركز في الدقيقه اللي كان ماشي مع المساكني بيقول له انت راجع امتى؟ قال له انا راجع النهارده بالليل. برضو تحس ان هو جاي في زياره الصراحه، مش معسكر منتخب. ما ماتش هتقول لي ده ماتش ودي، بس ده بيفرق في الترتيب. وبره عن كل ده بدايه غير مبشره خالص. بره بقى عن لعيبه الاهلي، بره عن المعسكر مش منتظم، بره ولا مدرب يبشر بخير. يعني حتى بعد لما لاحظ ان الهبل اللي هو عامله وجاي يقف على رجله، قعد 45 دقيقه مش عارف يتعادل مع تونس. امال لو كان عايز يكسب كان عمل ايه؟ يعني اداء من اللعيبه غير مبرر الصراحه. يعني بدايه مش مبشره باي حاجه ان هي ممكن يقول لك ان احنا في افريقيا دي ممكن نوصل نص نهائي. انا من وجهه نظري يعني بره بقى عن بطوله افريقيا اللي انا بقول لك ان هي مستواها اقل من كاس العالم بكتير، اللي تونس والمغرب عملوا فيها اداء هيتحط في التاريخ. يعني منتخب مصر لو اتحط في اليوروبا ليج، انا اسف يعني، ولعب مع ليفربول انا اسف لاي حد بيشجع ليفربول، ومحمد صلاح لعب معانا، هنشيل قته في اليوروبا ليج. فده عيب، ده ما يليقش اصلا بتاريخ منتخب مصر ولا باي حاجه. تقول لي انت مكبرها في ماتش ودي، اقول لك لا صدقني ده اول ماتش مهم او ماتش تقدر تقول عليه ماتش محترم لمنتخب مصر، بره بقى عن النيجر والسودان وليبيريا وسيبيريا والعته ده كله. ده اول ماتش محترم لمنتخب مصر، ده المنظر العام ايه ده؟
ومحمد صلاح موجود ومصطفى محمد ومرموش، البوبات كلها موجوده. اللي انت بتقول انا الماتش ده ماتش اثيوبيا ما لعبتش حلو عشان محمد صلاح مش موجود، معلش يا جماعه. ده فعلا عنده حق، محمد صلاح ما لعبش. طب ده محمد صلاح موجود يا معلم، هترميها على مين دلوقتي؟ هترميها على لعيبه الاهلي اللي مش موجوده؟ لا، ولا حتى دي شماعه، مع احترامي يعني. فعلا حقيقه انا متضايق جدا ان ده مستوى منتخب مصر. كان نفسي اتليست نخرج بتعادل، بس حتى ما خرجناش 2-1، خرجنا 3-1. فحاجه مغزيه جدا الصراحه. اتمنى الناس تفوق، اتمنى الناس تهتم بالمعسكرات، اتمنى الناس تهتم بجداول الدوري. ان هو اللعيبه اللي موجوده المحليه دي لو كانت مبارياتها رايحه وجايه اكيد مش ده كان هيبقى مستواها. يمكن ده العذر الوحيد، بس يعني الناس بتمسك في الاشياء عشان تتشعلق بيها، عشان تقول لك بص ده الدوري واقف فاللعيبه وحشه يا عيني هنعمل ايه. لا يا حبيبي، لا، المفروض في معسكر، واللعيبه دي في معسكر بقى لها 15 يوم، فاتليست جابت نص مستواها. اما اللعيبه دي ما جاتش خالص، اللعيبه دي ما جاتش خالص حقيقي. ومش مبرر ان في اي لعيبه بره. فحقيقه انا زعلان على اللي حصل في ماتش مصر، بس خلينا نستبشر خير باي حاجه، مع ان مفيش اي حاجه في الماتش تدعوك ان انت تستبشر خير. وبسطت جدا معاكم في الفيديو، اشوفكم على خير.